جزاء نادي الزمالك، وابراهيم نور الدين هيدي الاذن، وعمر جابر وجها لوجه لمحمود حمدي، وصفر ابراهيم نور الدين، وهدف اول لنادي الزمالك في الدقيقه 28 لعمر جابر. في الدقيقه 28 هدف من ضربه جزاء. 1 الزمالك لا شيء المقصه، والهدف جه على عكس سير المباراه، انما هي كره جوان على راي الكابتن لطيف. امسك كره زي ما انت عاوز، ضيع فرص زي ما انت عاوز، انما الكره جوان وضربه جزاء في الدقيقه 28 يحرز منها عمر جابر هدف الزمالك الاول. و1 الزمالك لا شيء المقصه. ادي عمر، وادي ركنه حلوه قوي، وهدف لنادي الزمالك. هنشوف هل الهدف ده يعني هيقل من حماس المقصة، هيلم نادي الزمالك ويزود من إنتاجه الفني. الزمالك وصفر حكم والشيخ وهدف، الشيخ وهدف هدف جميل جدا جدا. بعد 8 دقايق من زمن الشوط الثاني يحرز أحمد الشيخ هدف التعادل لنادي المقصة. بعد 8 دقايق الشوط الثاني يتعادل المقصة بهدف جميل من ضربة حرة مباشرة. يعني الشناوي ما هوش مقفل زاوية بالزوايات. هتشوفوا حضراتكم 1-1 لما هنشوفها مرة تانية اهو. دخلت مطرح الشيخ، ما هو واقف مطرح الشيخ، لان اتحرك الشيخ. انت النص التاني ده بتاعك اللي انت واقف فيه، انت اتحرك غلط، هو اتحرك ورا الحيطه، فبالتالي هو لعبها في الحته اللي كان فيها الشيخ، وهو الشيخ رايح ورا الحيطه، ما شاف الرجوع في الحته دي. وادي الشيخ وكانه هو ضربه جزاء. عدي ادي المحاوره الايجابيه، وكوفي حط داخل هاني والشناوي، وهدف تاني لنادي المقصة. أحمد يعني هاني سعيد في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني من ضربة جزاء. يتقدم المقصة بهدفين. ادي هاني من اللعيبة المميزين، وعامل ماتش كويس قوي، حطيتها صعب قوي على احمد الشناوي. ادي هاني اهو، وضربة